أنت مش متأخر، بس أنت فاهم اللعبة غلط. أغلب الناس فاكرة إن النجاح ضربة حظ، قرار كبير، يوم تصحى فيه تقول من النهاردة هتغير حياتي كلها، وتاني يوم ترجع زي ما كنت. المشكلة مش فيك، المشكلة في الطريقة. خليني أقولك حقيقة يمكن أول مرة تسمعها. مفيش حد بينجح بقفزة واحدة. النجاح عبارة عن تحسن صغير جدا بيتكرر كل يوم. في قاعدة اسمها قاعدة 1%، بتقول إنك لو اتحسنت 1% بس كل يوم، بعد سنة هتبقى أحسن ب37 مرة. مش الضعف، مش الضعفين، 37 مرة. تخيل. بس إحنا بنحتقر 1%. بنقول إيه يعني 10 ضغط بس؟ إيه يعني أقرأ صفحتين؟ إيه يعني أتعلم 5 كلمات إنجليزي؟ فنسيبهم كلهم، مع إن الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتبني الشخص الكبير. بص على أي إنسان ناجح حواليك، جسمه مش اتبنى في يوم، فلوسه مش جت في أسبوع، شخصيته مش اتكونت فجأة، كلها تراكمات. المشكلة إن دماغنا بتحب النتائج السريعة. عايز تتغير في أسبوع، تتخن في شهر، تبقى غني في يومين. ولما ده ما يحصلش بنحس إننا فاشلين. بس الحقيقة إن الفشل الوحيد إنك ما تعملش الحاجة الصغيرة. عايز أديك نظام بسيط جدا. اختار 3 حاجات بس في حياتك: صحتك، شغلك، عقلك. في الصحة اعمل أي حركة 10 دقايق بس. في الشغل خطوة واحدة بس لقدام. في عقلك اتعلم معلومة واحدة بس. كده مفيش بطولات. الفرق بينك وبين النسخة القوية منك مش دافع كبير، الفرق عادة صغيرة. انت مش محتاج تبقى وحش من بكرة، انت محتاج بس ما تستسلمش النهاردة. افتكر دايما اليوم اللي بتكسل فيه في حد تاني بيبني النسخة اللي هتسبقك. فالسؤال مش هتتغير امتى، السؤال هتبدأ النهاردة بنسبة كام. ولو مفيش حد قالك قبل كده أنا مؤمن إنك تقدر، قوم دلوقتي واعمل أول 1%.